هنا من قلب دولة قطر تتجلى ملامح الحياة اليومية في تفاصيلها بين الأبراج الشامخة وفضاءات تجارية عصرية ومعالم فندقية تعكس نمط الحياة، أسواق شعبية تحافظ على روح المكان، وشبكة طرق تجسد التنظيم والانسيابية. لنتابع. ليست كل المدن تشبه بعضها، وليست كل العواصم تسير بالإيقاع نفسه. هنا الدوحة مدينة لا ترفع صوتها، ولكنها تفرض حضورها بهدوء وثقة. من اللقطة الأولى تدرك أنك أمام مدينة صنعت برؤية ونمت بخطة وتتحرك بحساب. من أول اللقطات تبدو شبكة الطرق كعماد أساسي لحركة المدينة، جسور عالية تمتد بانسجام وأنفاق تسهل الانتقال دون تعقيد. إشارات المرور تحترم والسيارة تسير بانضباط. هنا النظام ليس مجرد قانون بل ثقافة يومية. تتنوع السيارة بين الفاخر والعملي، ولكن الملاحظ أن الحركة تسير بهدوء، لا ضجيج مربك ولا فوضى تفسد الصورة. مشهد يعزز الإحساس بالاستقرار. وفي عمق المدينة يعمل مترو الدوحة كشريان حيوي يسهل التنقل بين المناطق، محطات بتصاميم أنيقة وقطار يصل في وقته بدقة. هنا التوقيت قيمة والالتزام سلوك. قطر أجمل دولة زرتها. بكل دولة ممكن تزورها ممكن تفتقد إشي، إلا في قطر كل إشي تمام. ممكن أكتر شيء الأمان، أكيد بلد يعني آمن جدا، ممكن تترك أغراضك فيه بأي مكان عام بدون أي خوف. الدوحة جدا جميلة، والدوحة جدا يعني ما شاء الله بلد يعني مسلمة، وبلد يعني ثقافات متعددة، وبلد يعني متمسكة بالتقاليد. من أكثر ما يلفت الانتباه نظافة الشوارع والأماكن العامة، أرصفة مرتبة وحدائق منسقة وتفاصيل صغيرة تصنع الفارق الكبير. وإلى جانب الجمال يحضر شعور الأمان، كاميرات مراقبة منتشرة في مختلف الأماكن ونظام يعمل بهدوء لحفظ الاستقرار. أحد المقيمين من صربيا قال لي: هنا أشعر بالأمان أكثر من بلادي. كلمات بسيطة لكنها تعكس واقعا ملموسا. I'm living here in Qatar for more than 7 years, and it means that I like and love Qatar. Do you feel safe here? Yes, absolutely safe. Much safer than in my residential country, Serbia. And in whole Europe, nowhere the safety is not like in Qatar. في المراكز التجارية تنبض الحياة بإيقاع مختلف، ممرات واسعة وإضاءة عصرية وتنوع في العلامات والمحلات. من مول إلى آخر تتشابه الأناقة وتتنوع التفاصيل. وبين المحلات التي تجذب الانتباه يبرز محل الجزيرة للعطور، مكان يعكس ذائقة شرقية أصيلة، حيث تمتزج روائح العود والمسك بعطور عالمية عصرية، زجاجات مصممة بأناقة وزبائن يتوقفون لتجربة رائحة جديدة أو اختيار عطر يعبر عن هويتهم. احنا هنا في الجزيرة العطور، هي من أشهر البراندات الموجودة في الخليج، وموجودين كمان في جميع دول العالم، موجودين في فرنسا. أهلا وسهلا بكم.
والله أنا بقالي حوالي 12 سنة موجود في الجزيرة العطور، وشغالين في العطور من حوالي 12 سنة تقريبا. في عندنا مجموعة من العطور، خليط من العطورات الفرنسية والعطورات العربية. في عندنا عطورات مميزة بالطابع الفرنسي، في عندنا عطور مميزة بالطابع العربي اللي هي بتكون على دهن العود والمسك والفانيليا. فالعميل بيجينا وبيلاقي ذوقه، يعني بتلاقي في مجموعة من الأذواق مختلفة، بتلاقي يعني أي عميل بيلاقي الذوق اللي هو بيناسبه بتلاقيه موجود يعني. بس في مجموعة من العطورات تلاقي جميع الفئات بتتفق عليها. هنا الرويال بلازا من المولات المميزة جدا في قطر، ومن أقدم المولات، يعني يعتبر إذا بتعد من حوالي 20 سنة فتلاقي الرويال بلازا من أقدم المولات الموجودين. دايما بتميز من العملاء الVIP، بنرحب بالناس كلها وبنقول لهم اهلا وسهلا بيكم في قطر. هنا دايما بتلاقي كل حاجة متوفرة ليكم. بنحبكم بالذات، بنحبكم كتير، وننتظركم ان انتوا تكونوا موجودين معانا هنا سواء سياحة او عمل. اهلا وسهلا بكم في اي وقت. في هذا الفضاء لا يباع العطر فقط، بل تقدم تجربة تمزج بين الأصالة والفخامة. I'm Sotero, and I find this place, Royal Plaza, as a place for shopping for family. Most especially if you will go in specific place like here in Raunak, kids will love the place because there are many things them to be used in personal use, like at school or in home, and also there are many amenities here that like restaurants that after shopping family, if they will decide to eat, and that's great. Actually, for the new visitors or the recurrent visitors here, I will recommend this place as a safe place, and it's a family oriented, and kids will love it. الحقيقة إنه المولات يعني منتهى الرقي ومنتهى الجودة وفيها كل شيء، يعني أي شيء أنت عايزه هتلاقيه داخل المول. جمهور سوداني والجمهور الجزائري، الإخوة الجزائريين بدهم عنا ألف خير، فبقدم لهم نصيحة إنه يطلعوا إذا كانوا متواجدين داخل قطر، يتسوقوا ويروحوا الأماكن ويتنزهوا، يعني يعملوا رحلة ترفيهية. الدولة يعني جدا قطر يعني دولة وبلد ترفيهية وبلد سياحية يعني، وربنا يردنا سالمين وغالمين إن شاء الله. وبعد جولة في التسوق داخل هذا المول، يتجمع الزوار في الساحة لمشاهدة العرض المائي. هنا في بلاس فوندوم مول تتراقص نوافير المياه على أنغام الموسيقى، فيتوقف الجميع للمشاهدة، وترتفع الكاميرا لتوثيق لحظات مليئة بالانبهار. وإذا أردنا أن نلمس روح المدينة فإننا نجدها في سوق وقف، أزقة ضيقة تحمل رائحة التاريخ، وجدران طينية تحفظ معالم الأصالة. هنا يتوقف السياح للتصوير في كل زاوية، ويبحث الأجانب عن لقطة تحمل طابع التراث القطري، ألوان حرف تقليدية وأجواء تمزج بين الماضي والحاضر. سوق لا يقدم سلعا فقط، بل يقدم تجربة كاملة. أنا بقالي 3-4 أيام هنا في قطر، شايف قطر دولة كتير كويسة.
النظافة مودرن، الاركتكتشر بتاعها رائع، المعمار الهندسي، التخطيط العمراني، تخطيط الشوارع، الترانسبورتيشن، المواصلات. يعني بصراحة قطر رائعة. أكتر بلد بتهتم بالنظافة، بتهتم بالمواصلات، المرور، المعمار وهمي وبيربط ما بين الحداثة والمودرن، وبيربط ما بين العراقة كمان. يعني احنا هنا في سوق واقف تاريخ، يعني تحس ان في تاريخ من المعمار. اكتر حاجة حبيتها في قطر ما ينفعش اجزأ هي ايه بالظبط، هي كلها يعني تحس ان هي فول باكج، ما ينفعش تفرق ما بين ده وما بين ده. بس اول حاجة لفتت انتباهي يعني النظافة بتاعت الشوارع، التنظيم كتير كويس، واحترام الاشخاص للقانون. يعني قطر اول ما جيت ما حسيتش انه او ما عرفتش اقدر اقول جنسيات مين الغالبه في جميع الجنسيات العربيه والغير عربيه كمان موجوده في قطر. واحسن حاجه انه كله تحس تحت خط القانون، كله بيحترم القانون، فده كان حاجه كويسه. احترام القانون واحترام البلد واحترام نظافة البلد، فده أكتر حاجة لفتت انتباهي في قطر. أول حاجة أنا بشكر دولة قطر وبشكر القطريين وبقول لهم شابو يعني على البلد الرائع اللي هم مش بيهدوه بس للقطريين، هو بيهدوه لكل الشعوب. وفعلا بقدر أقول لهم شابو كمان، لأن هم عندهم تارجت، والتارجت بتاعهم هم بيحققوه. إنه هي من دولة صغيرة عملت إمباكت كبير في كل الدول العربية، وكان ليها صدى رائع من أيام تنظيم كأس العالم لدلوقتي، وبتستمر، حتى بتستمر توظف الملاعب بتاعتها. يعني هي مش وصلت لاست ستيشن إنه خلصت كأس العالم وخلص الموضوع، لا، هي بتستغل الملاعب كمان وبتعمل لها ماركتينج كويس لبعد كأس العالم. وبعتقد البوزيشن بتاعها دلوقتي ان هي دولة الرياضة. فأقدر اقول ان شابو للشعب القطري، شعب ذكي، شعب كويس، شعب كريم. وطبعا بحيي الشعب الجزائري اخواتنا، وبحيي القناة انه انا استضفت معهم، وبتمنى لهم كل التوفيق يا رب. وإذا انتقلنا إلى مدينة مشيرب قلب الدوحة نجد أنفسنا أمام تجربة حضارية مختلفة تماما، ممرات واسعة، تصميم أنيق، وتفاصيل معمارية تجمع بين الهوية القطرية والرؤية العصرية. هنا لا يطغى الضجيج، بل تسود الراحة والتنظيم مع نظافة لافتة وأماكن مرتبة تعكس اهتماما بأدق التفاصيل. ومن أجمل المشاهد هنا الترام الصغير الذي يتجول بين الشوارع والساحات، يحمل الزوار في جولة هادئة ومجانية ليكتشفوا المكان بسهولة وراحة. تجربة تعكس فكرة المدينة التي تفكر في الإنسان أولا، حيث التنقل ميسر والأماكن مهيئة للمشي والاستمتاع بالأجواء. صراحة قطر كلها أماكن حلوة، يعني في من حديقة المتحف الإسلامي هي مكاني المفضل، الأولد بورت المرفأ القديم والمرفأ الجديد، كتارا، لوسيل، الكورنيش، سوق واقف. يعني قطر فيها كتير أماكن حلوة. الأماكن بقطر حلوة كتير، وممكن كمان أنه من قطر في عندك أكسس على أي شيء، شو ما كانت اهتماماتك، هواياتك، سواء المهنية أو الشخصية، بتلاقي دعم بقطر لو حبيت تتابع هذا الأمر. لا، سوق العمل ممكن الفرص بالفترة الأخيرة شوي أقل، أصعب من قبل طبعا. يعني وهيدا شيء عالمي تقريبا، يعني هو الاقتصاد العالمي عم يمر بكتير محن أو صعوبات هلأ، فهيدا الشيء انعكس طبعا على قطر. بس بالنهاية الفرص موجودة للشخص اللي حيحاول، والله يوفق الجميع. أنا متأكد إنه أي حد بيفكر يزور قطر حينبسط فيها كتير. رسالتك للجمهور القطري والجزائري؟ الجمهور الجزائري بوجه لهم تحية أكيد، والجمهور القطري كمان تحية، وبشكرهم على، يعني أنا مقيم بقطر إلي هلأ ممكن 16 سنة، وفعلا ما شفت إلا الطيب والدعم وكل خير منهم. فبشكر هيدا البلد أكيد شعبا وحكومة، وبشكر
أكيد أهل قطر، وبوجه تحية لأهل الجزائر الشقيق. ومع استمرار جولتنا الليلية في شوارع الدوحة تبدأ ملامح الأبراج الشاهقة في الظهور، شاهدة على النهضة العمرانية التي تعرفها العاصمة القطرية. أبراج تعانق السماء وتتلألأ أضواؤها ليلا في مشهد يعكس المكانة الاقتصادية والحضارية التي بلغتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة. وعندما نرفع أنظارنا نحو السماء تبرز أبراج الدوحة كلوحة معمارية تجسد طموحا لا يتوقف، تصاميم مختلفة وأشكال هندسية جريئة تمزج بين الزجاج والفولاذ في مشهد يعبر عن العصر الحديث. في النهار تعكس وجوهها الزجاجية ضوء الشمس وتضيف للسماء بعدا جماليا متفردا، وفي الليل تتحول إلى نقاط ضوء متلألئة ترسخ صورة المدينة التي لا تنام. تحت هذه الأبراج تسير السيارات في شبكة طرق منظمة وإشارات المرور تحترم بانضباط، مما يعكس ثقافة نظام ووعيا حضاريا متقدما. إنها ليست مجرد مبان مرتفعة بل رمز لرؤية تطمح إلى المستقبل وشاهد على تحول الدوحة إلى مدينة عالمية بكل المعاني. الحمد لله من أجمل البلدان اللي زرتها، من مناطق سياحية، وأكيد الكل عرف أقوى حدث في العالم اللي هو كأس العالم قدرت تستضيفه دولة قطر. قطر بتلاقي فيها المناطق التراثية وبتلاقي فيها المناطق الحضارية، بتلاقي فيها الناس الطيبة وكل إشي تمام التمام. اللي ما زار قطر فاته كثير، لازم يزور قطر، من أجمل البلدان اللي بتستاهل إنه الناس تزورها. صح. رسالتك للجزائر؟ والله إخواننا الجزائر على راسنا من فوق، أهلا وسهلا فيكم. Would you recommend people visit Qatar? Yes. I know a lot of my friends came to Qatar to see, and everybody said excellent. Only to be peace. I like Algerian people. Why not? وفي قلب الدوحة ترتفع الفنادق كمعالم فنية تجمع بين الفخامة والدقة في التصميم، مداخل واسعة وأبواب زجاجية عاكسة واستقبال يرحب بالزوار بابتسامة هادئة تعكس ثقافة الضيافة القطرية. تفاصيل معمارية تمزج بين الحداثة واللمسة الشرقية الأصيلة. هنا لا يكون الفندق مجرد مكان للإقامة بل تجربة متكاملة من الراحة والخدمة الراقية. هكذا تبدو قطر، دولة جمعت بين الحداثة والتراث وتقدم صورة عامة عن الحياة اليومية في فضاءاتها المختلفة. كان معكم جابر بوزيد مباشرة من الدوحة.